السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في الحكاية. شكرا جدا على الناس الكتيرة اللي دخلت لي وعلقت لي واشتركت في قناتي وحطت لي لايك. بجد انتوا احلى ناس في الدنيا، وشكرا على ذوقكم وشكرا على كل حاجة عملتوها، وشكرا انك انتوا بتقفوا مع الحق. يعني الغلط بتقولوا عليه غلط والصح بتقولوا عليه صح، وبتيجوا مع دي واللي بتيجي مع دي. بس كمية الناس وكمية التعليقات اللي جات لي كله جاي مع حلمية. تمام كده تمام كده. قبل ما نبدا الفيديو حطيلي بقى لايك للفيديو. اللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك في القناه ويتابع معايا في الحكايه. حكايات كتيره جدا جايه، وبصوا مش قادره اقول لكم عن قصص والحكايات اللي احنا بنسمعها وهقولها لكم. وهنشوف ان كل يوم في حكايه. اليوتيوب ده بقى منصه حكايات، فلانه بتقول على فلانه وعلانه بتقول على علانه. بجد الله يعيننا. ما تنسوش بقى اللايك، ويلا نبدأ حكايتنا النهاردة. ان زاهية داود في كانت بتتكلم عن اختها انها بتاخد فلوس وانها بتاخد زكاة، وان الفلوس اللي اتبعتت لها انها جابت الركنة. وكانت زاهية حاقدة عن اختها حلمية بسبب موضوع الركنة والفلوس اللي بتوصل لها والكلام ده. وكل بس ان حلمية بتعمله زاهية بتدخل البث وبتشوف الناس اللي بتبعت لها. تبعت لحلمية هدايات اللي هي عن تشكرات، فبتبعت لها فلوس والكلام ده. فالواحد ما يبصش لغيره، الواحد ما يبصش ان انا اتمنى الخير لاختي، ما اطلعش واقول انتي خدتي وانتي عملتي وانتي وافضحها على السوشيال ميديا والكلام ده. لا، طب ما انتي يا زاهية برضو ما انتي واخده واتكشفتي. هي زاهية فاكرة ان الناس ما محدش واخد باله، محدش شايف، محدش ده. لا، انت واخده واتكشفتي. وفي تعليق بكده، وان شاء الله هظهر لكم التعليق، هسيبه لكم في الصوره المصغره او هظهره لكم في اخر الفيديو. تابعوا معايا الفيديو عشان خاطر تشوفوا التعليق ده. تعليق جالها من اخت اسمها ام خالد. ام خالد ديت بعتلها 5000 دولار. قالت لها ابني هيروح امريكا ويبعتلك ال5000 دولار. انتوا متخيلين المبلغ؟ 5000 دولار ده معدل بالمصري 150,000 جنيه تقريبا كده، يعني على حسبتي يعني حسبتها 150,000 جنيه. ام خالد الله يبارك لها، ست جدعة، ست عسل، ست اصيلة بتحب تساعد. راحت بعتت لحلمية دي زاهية، سوري في الكلمة، لزاهية بعتت لها. قالت لها ابني هينزل هيروح امريكا هيبعتلك ال50,000 دولار. متخيلين؟ مش 50,000 دولار، سوري، 5000 دولار. 5000 دولار، احسبوا بقى 5000 دولار النهاردة شوف الدولار عامل كام بالمصري، احسبوها. انا حسبتها طلع معايا زي ما قلت لكم كده، ما اعرفش بقى فعلا انا حسبتها صح ولا لا. تمام وزي الفل، وربنا يزود وربنا يكتر الخير وكل حاجة. ما انتي واخده، ليه اروح احقد بقى على اختي انها واخده الركنه وواخده فلوس عشان خاطر تعمل بيها فتره رمضان وبتلم الزكا ومش عارفه ايه وايه وايه. ما انتي واخده خلاص الحمد لله، واخده المبلغ وقدره، قولي الحمد لله. انا ما روحش احقد ابدا على اختي واقول خدت وعملت وسوت. هل هي طلعت وقالت عليك انت خدتي 500 دولار؟ ام خالد بعتالك 50 دولار؟ طلعت اختك قالت كده؟ للاسف ما قالتش كده، لانها اصلا ما تعرفش، لانها اساسا ما بتقراش التعليقات اللي عندك. اللي اكتشف الموضوع ده التعليق اللي عندك. ام خالد علقت عندك وقالت لك كده، وفعلا الناس دخلت عندك بعد التعليق ده وخدت بالها، وفي ناس دخلت بعد كده. انا شخصيا دخلت بعد ما شفت التعليق، جيت دخلت تاني على هذا التعليق، ما لقيتش التعليق ده موجود. مسحتيه. انت مسحت التعليق ده يا زاهية. ليه بقى؟ عشان ما حدش يخش وياخد باله. بس للاسف ناس كتيرة دخلت وخدت بالها
بالتعليق ام خالد انها بعتتلك ال500 دولار. احنا مش زعلانين ولا قايلين اي حاجة ولا اي حاجة، خلاص تمام زي الفل، وربنا يوسع عليك وعلى ام خالد وعلى الناس كلها. بس ما جيش بقى احقد على اختي واروح اقول لا دي هي بتاخد فلوس الزكاة وبتصرفها، لا ده هي جابت ركنة وبعتولها فلوس وجابت. ما تجيب ركنة ولا تجيب انت حزها على الركنة، ربنا يخليها لها الركنة، الصراحة شكلها تحفة وجميلة قوي. ما تجيب ركنة، ربنا يوسع وتجيب انت كمان، ما انت بيبعتولك فلوس هاتي ركنة. ما طلعش واتكلم على اختي كده، ما اختي طلعت ما اتكلمتش، ما قالتش عليا ان انا بعتولي فلوس وبيدوني فلوس والكلام ده. عشان كده انا بطالب من حلمية داود انها تتعلم تقرأ وتكتب وتشوف الدنيا وتنور نفسها. التعليم مش وحش يا جماعة، التعليم ده نور، ينورك على طريقك، ينورك انت رايحة فين وجاية فين، ويعرفك مين بيشتم في ظهرك. انت وطارق لازم تتعلموا يا حلمية عشان تشوفي بقى التعليقات وتشوفي ده وتشوفي ده وتشوفي ده. انا من رأيي والله ما تدوريش، وهي اصلا ما تعرفش، يعني حلمية ما تعرفش ان زاهية بتبعت لها وكده يعني. فزاهية اتكشفت بالتعليق ام خالد الله يبارك لها سابت لها تعليق وقالت لها كده. طب ما انت يا ام خالد انت ممكن برضو انك انت مش اول مرة انك انت تبعتي لها، انت كان ممكن تكلميها على الرقم الواتس وهي سايبه رقم الواتس بتاعها في لمحه، وكلمتيها وتقولي لها ان انا هبعتلك وكده. ايه لازمه بقى التعليق اتقفش، وناس كتير من قنوات النقد شافوا التعليق وبيعلقوا عليه. انا كواحده اتصدمت لما شفت التعليق ده، بجد صدمت، لان انا متوقعه ان زاهية خلاص بتقبض من قناتها وعامله بدل قناه 2 وشغاله عليها تشغيل كويس وزي الفل. خلاص انا ما حكيتش اختي في اي حاجه، ما اتكلمش عليها في الوحش ابدا، ابدا ما اتكلم على اختي في الوحش، مهما حصل مهما اتقال مهما عمل ممكن بينا وبين بعضنا. ما اطلعش انا واقول على النت واعيد وازيد ايه ده هو للدرجه دي؟ وصلت امي كمان تيجي تتكلم وتقول وتعيد. يعني انت خدتي الوالده تحت باطك وسابتها، خليتيها تسيب الغلبانه. بجد يا زاهيه انت قويه، والله انت قويه. انا بيجيلي تعليقات عن زاهيه ان زاهيه كويسه وزاهيه انت ظلماها وزاهيه وانت ما تعرفيش الحكايه. لا انا عارفه الحكايه، انا عارفه القصه من 3 سنين حواراتهم دي انا عارفاها من 3 سنين. انا متابعه معاهم ومتابعاهم اصلا، متابعه بمعنى اصح عيله داود كلها. واللي فهمته واللي اكتشفته ان العيله كلها بتجري ورا الفلوس. والله صح، يعني حسيت ان هم كلهم يعني مش حابين بعض، بيغيروا على بعض، بيغيروا من بعض، بيحقدوا على بعض. ما نفرح ما في قنوات. طب ما في صدفة جاد وفي اختها وفي امها وفي ده وفي بيعملوش اللي انتوا بتعملوه ده ليه؟ ده الاخ طالع يشتم ويقول ده انا اضربها واديها قلمين واعمل واسوي. الاخت طالعه تقول تحقد على اختها دي خدت وعملت وسوت طب ما تاخد، ربنا كرمها ربنا رزقها، تقولي الخير لا؟ في حد بيقول الخير لا؟ انت نفسك يا زاهيه لما يجيلك خير، لما ام خالد دي بعتتلك قلت لها لا؟ قلت لها ايه؟ رديت عليها في البث قلت لها كفايه كلامك وتعليقك وكفايه انك كنتوا واقفين معايا في قناتي والكلام ده صح. انا كنت متابعه البث بتاعكم، بس اتبعت لك الفلوس. طالعه والدتك تتكلم، انت طبعا اديتيها كلمتين قلتها يا قولي وعيدي دي ست كبيره طبعا ما تعرفش حاجه اه، انت اللي قايله لها طبعا اطلعي وقولي وعيدي والكلام ده. وطالعه برضو تشوه وتقول على حلميه كاني وماني. ايه ده انا الصراحه ما شفتش كده. انا شفت قنوات اشكال والوان، وشفت واحده عامله قناه لامها ولاختها ولاخوها وزي العسل، ما طلعوش بياكلوا في بعضيهم كده. دي تكبر انتوا ما شاء الله كلكم قنواتكم كويسه واصله. اللي كبركم اللي ما كبرش هيكبر على حسكم.
كله عامل زاهية داوود، حلمية داوود، لبنى داوود، مش كله مصطفى داوود. عيلة داوود كلها طلعت على النت وفاتحين بعضيهم صلاة على النبي. بجد انا بستعجب جدا من اللي بشوفه، فربنا يوفقهم ويكرمهم جميعا بدون غل وحقد. السلام عليكم.